كل فترة يخرج علينا الدكتور يوسف زيدان بفكرة أو قراءة جديدة تثير الجدل والنقاش. مؤخرا أشعل نقاشا واسعا عندما قال أن سورة الفيل لا تتحدث عن إبرهة ومحاولته هدم الكعبة كما يعرف أغلب المسلمين، لكن السورة بتتحدث كما يرى هو عن أحداث وقعت قبل ذلك بقرون طويلة مرتبطة المكابيين والسلوقيين. أول ما قال الكلام ده الناس انقسمت فريقين: فريق اعتبروا أن ما قالوا اجتهادا يستحق النقاش، وفريق آخر رأى أنه مجرد محاولة لهدم الموروث الديني والتاريخي. مش عايزين نقول مين المخطئ، عايزين نسأل سؤال تاني: طب أنت لما بتشكك في رواية معروفة هل قدمت فهما جديدا يا دكتور يوسف زيدان للتاريخ؟ وهل قراءتك صادقة أم صادمة أم صحيحة؟ الحقيقة مفيش علم بيتقدم من دون شك. العلماء شككوا في أفكار قديمة جدا، والمؤرخين راجعوا روايات كتيرة، وحتى كتب التاريخ تعرضت للنقد والمراجعة. المشكلة إن يوسف زيدان شكك في رواية معروفة. طب وضع مكانها إيه؟ لما هدم تفسير قائم قال إيه بقى؟ ما بناش شيء أفضل، ما عندوش أدلة. أيوه، الرواية المعروفة أن أبرهة الحبشي حاكم اليمن التابع للحبشة سار بجيش لضخم لهدم الكعبة، وعندما اقترب الجيش من مكة أهلكه الله كما ورد في سورة الفيل بالطير الأبابيل. دي مش مجرد قصة دينية، دي أصبحت جزء من الذاكرة العربية والإسلامية. الدكتور يوسف زيدان بقى لما تحدث ما جابش أدلة، يعني هو ما جابش ما يمكن أن يؤكد فكرته. الدراسات التاريخية بتقول قاعدة مهمة: إذا كانت الفرضية أكثر غرابة احتاجت إلى أدلة قوية. ما عندوش أدلة قوية. أنا عايز أقول لك بس إنه الدكتور يوسف إدريس برضو له بعض أحيان شطحات زي الدكتور يوسف زيدان، كل منهم بيبقى له شطحات، لكن في النهاية قضية يوسف زيدان مش مجرد نقاش حول سورة الفيل، هي درس مهم في كيفية التفكير في التاريخ والتقديم دليل. أدام ما عندكش دليل لا تهاجم ما هو موجود. حبيت أقول لك على نقاش واسع جدا حول تفسير الدكتور يوسف زيدان. تحياتي.